اه. السلام عليكم اخواتي وحبايبي محبين الصيد وهوايه الصيد، الهوايه الجميله اللي ربنا بيجمعنا فيها على خير. النهارده ان شاء الله معانا الساحر، بقاله فتره طويله ما طلعش معانا يجي 3 شهور، وهنشتغل على الدكر الاحمر اللي هو بيقولوا عليه الفراوله والكلام ده كله، اللي هو مصحن في الارض او بيبقى عامل مرايه شغالين عليها. انا عايز اشرح لكم، بس في ناس كده بتقول لي انت بتطول قوي في المقدمه او بتشرح كتير، اشرح وانت بتصطاد. انا بنسى، يعني انا وانا بصطاد بنسى اللي انا كنت عايز اقوله لك. ملاحظ خفيفه كده اقول لك عليها، معلش في نص دقيقه. لو انت عايز تتفرج على سمك يا عم جري الفيديو، مش هقول لك يعني براحتك بقى. الناس لما تيجي تصطاد ما ترميليش جنب الشط كده بمتر ومترين، مش هتاخد حاجه الا الغب بتاع الصغير، الكفاف الصغير ده. السمكه الكبيره بناخدها من قدام السنه اللي جوه، ترمي بتاع 20 30 متر كده، اللي هي الخشب اللي جوه اللي محطوط ده، وترمي قبل منه بمتر وتصطاد. لازم توزن الفله بتاعتك كويس وتوزن على الرصاصه، وبعد كده ترفع سنه الوش. السمكه تبقى واقفه على الصح بتاعها او المرايه بتاعتها ما بتتحركش، طعمتك بتعدي عليها بتاخدها. ولما بيبقى الجو هوا بيبقى كويس مش وحش، يعني بيحرك لك فلتك. اهم حاجه الفله تنقل، مش ترميها فيكس وتقول هتاكل. ده لو عايز 3 ايام مش هتاكل. يلا نبتدي الفيديو، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. يلا نبتدي الفيديو ونشوف ربنا يكرمنا بيه. الله ينور يا عم الساحر، فينك من زمان؟ فينك من زمان يا عم الساحر؟ حجاري انت بتاع حجاري برضو. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الله اكبر عليك. بس بقى على جمهورك، ده انت بالك 3 شهور ما شفتهمش. طيبين. حيوا الساحر يا جماعه، ده احنا يعني ده جاي بعد شقه. اطلع يا معلم، انا عرفت بقى انت طلع، عشان كده طلعت غيرت ولبست لي القميص الاحمر. امال ايه؟ اه دلع المشاهدين، دلع المشاهدين يا عم حماد. اهو دلع المشاهدين يا عم حماد. بص بالقميص الاحمر برضه. انا مطقم لكم على القميص اهو. يا جماعه قدام اللايك عشان الساحر بس بقاله كتير ما جاش معانا. يلا بس خلاص كفايه كده. ترتاح دي بتبقى مر تصور ايه يا عم محمد؟ مصور. وقف كده وزوم كده، ورينا التصوير بتاعك. يلا يا عم حماد. عم حماده بقاله فتره ما جاش. دلع المشاهدين. دلعهم ان شاء الله. يلا يا عم حماد، ان شاء الله ان شاء الله. عليك يا معلم. يلا يا عم حماد، يلا يا عم. اطلع يا معلم، بس كده صورك اهو. اطلع خد بالك عشان ما شافش. ارفع على بره انت. اللهم صل. ولا يهمنا الكلام ده يا عم حماد. ايوه يا عم، ولابس قميص احمر ولون السمك الاحمر، انت مظبطه بقى. بقى. نطقم مع السمك، خد بالك. ماشي يا عم. اللهم صل عليك. عليه الصلاة والسلام. الله ينور يا معلم. حجاري يا عم، وانا زيك لابس قميص حجاري، حجاري ايه اهو. قميص احمر. اهو بالصلاة على النبي اهو. اطلع يا رايق. الصلاة على النبي، الله اكبر، الله اكبر اهو. الله اكبر عليك. ها دونا فرصه. ادونا فرصة بقى. نور يا معلم. يلا اهو. جاي معاك يا معلمة؟ هو جاي معايا اهو. ماشي. افصل يا معلم. حجاري؟ لا حجاري مين؟ حجاري يا عم. حجاري مين بالصلاة على النبي؟ ركبت فيلا حمر. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي اهو. الساحر رجع يا جماعة، الساحر رجع، الساحر رجع يا جدعان اهو. ايه العياشه اللي بتصلوا عليها يا جماعه بالصلاه على النبي؟ بس الميه واقفه غطسه. الناس اللي بتزعل من الهوا يقول لك الهوا مش شغال. يا جماعه الهوا بص الموجه عامله ازاي اهي، وبناخد سمك اهو. ده الهوا ده بينقلك الفله ويخليك تاخد سمك. الله ينور يا عم حماده، الله ينور يا عم حماده. براحتك بقى، عشان ايه
ما يخشش منا على العفش ولا اي حاجه. الله اكبر عليك. حبوني. يا جماعه اهم حاجه عايزين نشوف السمكه، ان الفله تنقل، ما تسيبش الفله ايه فيكس مكانها. ليك اي كومنت اكتبه لنا في الكومنتات. دورت يا عمك حماده اهو يطلع اهو. السلع على النبي، السلع على النبي اهو. الاحمر اهو يا جماعه. يا لهوي. عارف اصل دي مكفيتها. يا بنت اسحبها بالراحه افصل يا برنس اطلع اطلع اطلع. الله حجاري يا باشا، سوبر حجاري اهو. بس حجاري جنبه. خد بالك. برضه فيها احمر لون القميص. هات حته يجي متر كده. الصلاة على النبي. سوبر حجاري اهو. وجاء الساحر بعد غياب. حجاري. يلا يا عم احمد. هتشتغل على الدكر الاحمر، تعمل زي ما احنا قلنا لك كده واحنا مش علامه على حد، احنا بنتعلم من الناس. لو واحد عنده 10 سنين وعنده معلومه كويسه وبيجيب سمك انا هاخد منه، لكن مش واحد هيقول لي معلومه ويقول لي مش عارف اعمل ايه وتسفيره ايه والكلام ده كله، وفي الواقع انا مش شايفه بيطلع حاجه. ما تسمعش مني، اسمع من واحد بيطلع سمك قدامك، منزل فيديو بيطلع فيه سمك قدامك، وفي المكان اللي انت هتصطاد فيه مش بيطلع سمك من مثلا من الشرقيه او وصرف مزرعه او الكلام ده كله، والخير هناك كتير ويبقى لها طرق معينه في صيدها، وتيجي تقول لي هعملها هنا في النيل في الجيزه والمنوفيه والحتت دي. لا، كل ميه وليها شغلها، فهتشتغل على ميه معينه. شوف اللي بيصطاد عندك على الميه دي بيعمل ايه واعمل زيه. يلا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ولو ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. يلا، السلام عليكم.